إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا اللقاء في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. كيف لا ونحن نتذاكر هذه السورة العظيمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأبي بن كعب، قال له: يا أبي، ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. هذه السورة تفردت في هذا القرآن بالفضل حتى على بقية سور القرآن، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال: فقلت: بلى يا رسول الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أبي قليلا، ثم قام عليه الصلاة والسلام ليخرج من المسجد، فقام أبي يحاول أن يبطئ النبي عليه الصلاة والسلام في المشي حتى لا ينسى أن يخبره بهذه السورة، حتى إذا كاد أن يبلغ باب المسجد ليخرجان قال أبي: يا رسول الله، ما هذه السورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، ما تقرأ في الصلاة؟ ما الذي تقرأه في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه القرآن، يعني الفاتحة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، ثم قال: إنها السبع المثاني. والحديث رواه الترمذي. نتكلم اليوم عن أعظم سورة أنزلها الله تعالى في جميع الكتب السماوية، ليس أعظم سورة في القرآن فقط، كلا، وإنما أعظم السور. لو جمعت ما أنزله الله في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن، لو جمعت كل ما أنزله الله تعالى فيها كلها، لوجدت أن أعظم سورة فيها هي هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. هذه السورة هي التي إذا صلى العبد وقرأها وجد لذتها وسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن العبد إذا كبر وصلى، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة هي التي يقول الله تعالى فيها هذا، بينما ربما تقرأ سورة البقرة ولا يكون لك مثل هذا، ربما تقرأ أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي ولا يكون لك مثل هذا، ربما تقرأ السورة التي هي ثلث القرآن ومع ذلك لا يحصل لك مثل هذا الفضل. أما سورة الفاتحة فإن قرأتها في الفريضة فإن الله تعالى يقول لك: مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإن قرأتها في النافلة صار لك أيضا مثل هذا. هذه السورة شرع الله تعالى لنا أن نكررها في كل الصلوات، وهي من أول ما يحفظه الإنسان من آية القرآن، ولا تصح صلاة العبد من فريضة ولا نافلة إذا لم يقرأ سورة الفاتحة. فلو أن الإنسان صلى فلم يقرأ بعد الفاتحة شيئا جازت صلاته على الصحيح، لكن الذي سيصلي ولن يقرأ سورة الفاتحة فصلاته باطلة. ما هي المعاني في هذه السورة؟ ما هي الآداب الشرعية التي ينبغي أن نتأدب بها ونحن نقرأها؟ ما هي
الفضائل لها. هذه السورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستعمل أيضا في الرقية، وقد أقر أبا سعيد على ذلك. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح خرج مع بعض أصحابه ففنيت نفقتهم ومالهم وزادهم في أثناء السفر، ما صار معهم زاد، لا تمر ولا لبن ولا ماء، فمالوا على حي من أحياء العرب، ودخلوا على هذا الحي في البر مجموعة خيام، دخلوا عليهم: سلام عليكم، نحن المسلمون ونحن ضيوفكم، فلم يضيفوهم ولم يقروهم. صار ذلك الحي قوم إما لا يريدون أن يكرموا الضيف أو فيهم بخل أو غير ذلك، المقصود أنهم لم يلتفتوا إليهم ولم يقروهم. فأخذ أبو سعيد الخدري وأصحابه مكانا، فلدغ سيد القوم، فأقبل، لدغته عقرب أو حية، فأقبل أحدهم إلى الصحابة وقال: إن سيد القوم لديغ، أفيكم من راق؟ قال أبو سعيد: فقلت: أنا أرقي، لكن والله ما أرقيه إلا بقطيع من الغنم، أنتم ما تستحقون من يخدمكم ببلاش، لم تكرموا الضيف ولم تقرونا ولم تعطونا ولا شيئا من تمر أو لبن، والله ما أقدم الخدمة ببلاش، والله ما أرقيه إلا بقطيع من غنم. قالوا: لك ذلك. فأقبل وجلس عند الرجل، وأخذ يقرأ سورة الفاتحة ويجمع بزاقه يعني ريقه وينفثه عليه، فقرأها عليه قيل 7 مرات. فلما قرأها هذه القراءة قام الرجل ليس به بأس، وأخذ الغنم وأكل مع أصحابه وشربوا من لبنها، ثم أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبا سعيد في نفسه شيء مما فعل، فأقبل وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل: يا رسول الله، نحن دخلنا على حي من أحياء العرب، لكن صاروا ما عندهم كرم فلم يكرمونا ولم يعطونا، يا رسول الله، فلدغ سيدهم فجاءوا إلينا فكان ما كان، فقرأت عليه سورة الفاتحة وجعلت أنفث عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أنها شفاء فعلا؟ وما يدريك أنها رقية؟ خذه واضربوا لي معكم بسهم، يعني أعطوني بعض مما أخذتم، تطييبا لخاطر أبي سعيد رضي الله عنه. سورة الفاتحة تقرأ في الصلوات، سورة الفاتحة تقرأ أيضا على المريض في الرقية الشرعية. إذا شعرت بألم أو شعر أحد بألم أو أردت أن ترقي ولدك أو ترقي زوجك أو أهلك أو غير ذلك، فضع يدك على رأسه أو على صدره واقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، فإنه سيجد لذلك أثرا بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا عظيما فوقه في السماء، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يا رسول الله، هذا باب قد فتح من السماء، ما فتح قط هذا الباب من السماء الذي سمعت صوته الآن، يا رسول الله، هذا الباب أول مرة يفتح منذ خلق الله السماوات والأرض، ما فتح هذا الباب قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هذان النوران؟ إذا كانت سورة الفاتحة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، طيب السؤال: أوتي النبي عليه الصلاة والسلام نورين، ما هذان النوران؟ قال: هذا الملك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. يعني أنت لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم يؤتيك الله تعالى، يستجيب لك ذلك ويجعلك من أهل الصراط المستقيم. تقرأ في أواخر سورة البقرة الدعاء الوارد فيها فيؤتيك الله تعالى ما سألته. نبدأ بأول آية في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ فقط في سورة الفاتحة، وإنما إذا أراد الإنسان أن يتحدث قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أراد أن يصنع شيئا قال بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم.
والباء للمصاحبة، يعني أنا أصنع هذا الأمر مصاحبا لإعانة الرحمن الرحيم لي. بسم الله أنا آكل وأسأل الله أن يكون حاميا لي وحافظا لي ومصاحبا لي أثناء أكلي. أنا أشتغل مثلا في الكمبيوتر، أو أنا أقود سيارتي، أو أنا أصنع كذا أو كذا، يا رب كن مصاحبا لي حافظا لي موفقا لي في هذا كله. هذا معنى بسم الله، الباء للمصاحبة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك لما صنع نوح عليه السلام السفينة وكان قومه يمرون به وهو يصنع السفينة في البر، فيقولون أنت مجنون يا نوح، ويلتفت بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم لبعض كان نوح نبيا فصار نجارا، يقولونه استهزاء. فلما صنع السفينة قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني إن جرت فالله تعالى يصحبها بالحفظ والرعاية، وإن رست فالله يصحبها بالحفظ والرعاية. فانظر كيف لما أراد أن تجري السفينة سأل الله تعالى أن يحفظهم. وكذلك البداية بسم الله عموما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سليمان عليه السلام لما أراد أن يكتب الرسالة إلى بلقيس قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد الرسالة وذهب إلى اليمن وألقاها في حجر بلقيس، وكانت تسكن قصرا وله فتحات حتى يدخل منها الهواء، فدخل الهدهد من إحداها وألقى الورقة الكتاب ألقاه في حجرها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه إيش بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حتى الأنبياء السابقون كان أحدهم إذا أراد أن يكتب كتابا قال بسم الله الرحمن الرحيم. بل حتى في دخول المسجد بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عند دخول الخلاء تقول قبل الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند أتيان الرجل امرأته وما شابه ذلك. احرص دائما أن تكون مصاحبا لبسم الله. ولذلك ابتدأ الله تعالى كل سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة ذكر بعض أهل العلم قالوا إنها مكملة في موضوعها للسورة التي قبلها الأنفال، وقال آخرون أسبابا أخرى. لكن عموم سور القرآن في الجملة كلها بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. لذلك عود نفسك دائما، ركبت السيارة بسم الله قبل تشغل السيارة، أردت تلبس ثوبك بسم الله، أردت أن تلبس نعليك بسم الله، أردت أن تدخل الخلاء اذكر الله قبل ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أردت أن تنزع ثيابك تقول بسم الله. طلعت من البيت، الذي يخرج من البيت ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أردت تدخل إلى البيت قلت بسم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي إذا دخل بيته قال بسم الله أو ذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم. فإن ذكر الله على طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. عود نفسك ما دام أن رب العالمين بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل السور، فأنت حري أن تبدأ ببسم الله في كل شأنك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى الله تعالى بالآية العظيمة التي لا ينبغي للسان أن يتوقف عن ذكرها أبدا. إذا أصبحت الصباح وأنت بخير وسلامة فاقرأ هذه الآية. إذا خرجت من بيتك ورجعت وأولادك آمنون على حالهم فاقرأ هذه الآية. إذا ذهبت وقضيت حاجاتك ورجعت اقرأ هذه الآية. إذا رفعت كأس الماء وشربت الماء أو انتهيت من طعامك أو على كل حالك دائما عود لسانك على الحمد لله رب العالمين. لو لم يكن للحمد فضل لما حمد الله تعالى نفسه. آيات الحمد في القرآن كثيرة، وعدد من السور
بدأت بالحمد لأن الله تعالى يحب الحمد. أعظم فضيلة للحمد أن الله تعالى يحب العبد الذي يحمده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي، يقول: أما إن ربك يحب الحمد. الله يحب أنك تقول الحمد لله. دخلت على عيالك وهم طيبين وبخير تقول الحمد لله، لأن غيرك يمكن يدخل على أولاده ويجدهم على حال آخر، ليس كذلك؟ ربما يدخل ويجدهم على حال آخر. أنا قبل أسبوعين ذهبت لتعزية شخص طلع من البيت إلى شغله ورجع وعنده 5 أطفال وزوجة، والله وجد البيت محترقا على الجميع وموتى. ذهبت والله وعزيته بنفسي. أنت إذا رجعت البيت ووجدت الحمد لله لا احترق البيت ولا حصل لهم شيء ولا انطلقت المياه وملأت البيت ولا، قل الحمد لله. ناس أحيانا يخرج بسيارته إلى عمله وهو بسلامة وعافية، وفي أثناء الطريق يصاب بحادث أحيانا لا دخل له فيه. أحيانا أنت بسلامتك ومنضبط في المرور وواقف عند الإشارة، لكن يقدر الله أن شخصا يقطع الإشارة وتفر به سيارتك ويأتي ويضربك وأنت واقف صح. فإذا وصلت إلى عملك وأنت بخير قل الحمد لله، الحمد لله يا رب أنك حفظتني، بينما غيري ربما يصاب أثناء ذهابه إلى هذا. أكلت طعامك وانتهيت، الحمد لله. عود لسانك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن ربك يحب الحمد. ولذلك حمد الله نفسه. يقول الله: الحمد لله. ليش نحمدك يا ربي؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله جل وعلا: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولو ذهبنا نقرأ الآيات التي فيها الحمد لما انتهينا. فالله تعالى يحب أن يحمده عبده. كل المخلوقات تحمد الله. يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح بحمده، ما قال يسبح بتكبيره، يسبح بحمده. يعني هذه القارورة تقول الحمد لله، وهذه الساعة وإن من شيء تقول الحمد لله، الأشجار التي تمر عليها والصخور التي تمر عليها والتراب الذي تمشي عليه، بل الدابة. يقول الحسن البصري: أما يستحي أحدكم أن تكون الدابة التي يركبها أكثر ذكرا لله منه؟ واستدل بقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الملائكة علمت بأن أحب الذكر إلى الله الحمد فاشتغلت به. قال الله تعالى يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون إيش؟ بحمد ربهم. الملائكة على عظمها تشتغل ألسنتها بكثرة التحميد. أول كلمة نطقها آدم الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام: فحمد الله بإذنه فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. أول كلمة ألهمها الله لآدم، بالرغم من أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وبالرغم من أن سبحان الله فيها تمجيد وتعظيم، وبالرغم من أن الله أكبر فيها تكبير لربنا وإجلال، ومع ذلك لأن الله يحب الحمد أول كلمة تحرك بها لسان آدم أن قال الحمد لله. كل الرسل كانوا يشتغلون بهذا الحمد. قال الله عن نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استووا على الفلك ورأوا هلاك قومهم ورأوا أن الله تعالى أنجاهم من الغرق، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام أول ما رزق وكبر سنه ورزق بالأولاد قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. داود عليه السلام وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يأمر الله تعالى نبيا عليه الصلاة والسلام بكثرة الحمد. وإذا أردت أن يستجيب الله تعالى لك فكن كثير الحمد، فإن الحمد لله تملأ الميزان وترفع العبد عند الرحمن، يكون له عند الله تعالى مقام. أهل الجنة من أوائل الكلمات التي يتكلمون بها الحمد لله. هو يعمل، يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات رجاء أن يدخل الجنة، فإذا تحقق له ما يريد وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا التعب الذي كان في الدنيا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم إيش؟ أن الحمد لله رب العالمين. إذا قضى الله تعالى الحساب بين العباد وانتهى الحساب ومضى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، قال الله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله هي خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، والحمد لله هي أحب الكلام إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله. والأحاديث أيها الإخوة والأخوات كثيرة جدا في فضل الحمد لله، ولذلك ذكرها الله جل وعلا في أول سورة الفاتحة. وإذا أردت أن يرضى الله عنك، أعطاك الله مالا وصحة وولدا وطعاما ولباسا، وأردت أن يرضى الله عنك فقل الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نحن في كثير من الأحيان ننتبه لبسم الله في أول الطعام ولا ننتبه للحمد لله في آخرها، وتجد أنك إذا جلست مع أولادك تقول قل بسم الله يا ولدي قبل تأكل، لكن كثيرا من الأحيان ننسى إذا انتهى الولد من الطعام وقام أن نحن نقول له يا ولدي لا تنسى تقول الحمد لله، إنما نذكر بسم الله وننسى غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأحاديث كثيرة بين يدي في فضلها، لكن لعلنا أن نتجاوزها حتى لا يأخذ علينا الوقت. لكن المقصود أن الله تعالى يحب العبد الحماد له سبحانه، وهو جل وعلا رب العالمين. عالم الأشجار الله ربها، عالم الصخور الله ربها، عالم الملائكة الله ربها، عالم الجن الله ربهم، عالم البشر الله ربهم، عالم البحار الله ربهم، عالم الحيوانات الله ربهم. فهي ليس عالم واحد بل هناك عوالم. يقول الله ويخلق ما لا تعلمون، هناك عوالم نحن لا نعرفها خلقها الله تعالى وأوجدها، وهناك كواكب خلقها الله تعالى وأوجدها، وربما أن الله تعالى جعل فيها عبادا يعبدونه سبحانه وتعالى ونحن لا نعرفهم. يقول الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال بعض أهل العلم الذين عند ربك هم الملائكة، وقيل الذين عند ربك أي العباد لله غيركم كثير لا يستكبرون عن عبادته. فربما كانت هناك في المجرات الأخرى وفي الكواكب الأخرى عوالم نحن لا نعرفها، وما ذكرت لكم من 6 عوالم أو 7 عوالم، عالم النبات والحيوان وهو ربهم جميعا، فما بالك بالعوالم الأخرى؟ فأنت تتعامل مع رب عظيم عندما تحمده. الحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وردت في القرآن بمشتقاتها يرحمون ورحمة وما شابه ذلك 268 مرة. الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد 123 مرة. الرحمن هو الذي يرحم جميع الخلائق، يعني لولا رحمة الله تعالى بالصبي الصغير حتى لو كانت أمه كافرة
لولا رحمته به لما جعل أمه تحنو عليه وتعطف عليه وتطعمه. فهو رحمن. الرحمن يشمل الإحسان إلى جميع المخلوقات، المسلم والكافر. لكن الرحيم هو الرحيم المؤمنين، كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: الرحمن على العرش استوى. الرحمن لفظ لا يجوز إطلاقه على غير الله. يجوز أنك تسمي من أسماء الله العلي، يجوز تسمي فلان علي. من أسماء الله الحكيم، يجوز تسمي فلان حكيم. لكن لا يجوز أن تسمي فلان رحمن. فالرحمن سواء جاءت معرفة بأل أو بدون الأل هي خاصة بالله تعالى، لا يجوز إطلاقها على غيره أبدا. وكلما كان العبد راحما لغيره نال رحمة الله تعالى له. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا نالتك رحمة الله فأبشر بالخير. يقول الله تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الآن أيوب طلب شيئا واحدا فقط، أن يشفيه الله من مرضه، لكن لأن رحمة الله أصابته أعطاه الله أحسن مما طلب. والكريم تطلب منه شيئا فيعطيك أكثر مما طلبت لأنه كريم. كما لو جئت مثلا إلى أحد أصحابك وتعلم منه الكرم وقلت له: يا فلان، جئت مثلا في منتصف الشهر، يا فلان أنا عندي ظروف وكذا، هل ممكن تعطيني 200 ريال إلى آخر الشهر؟ وهو يعلم حاجتك وكثرة أولادك وأنك رجل صادق غير متلاعب. فإن كان كريما ويعلم في داخله أنك محتاج أكثر، تجد أنه يقول لك: لا والله ما هي 200، خذ هذه 500. لكرمه يعطيك أكثر مما طلبت لعلمه بحاجتك ورحمته بك. رب العالمين له المثل الأعلى، تطلب منه شيئا فيعطيك شيئين وثلاثة أكثر مما طلبت. أيوب هنا عليه السلام طلب شيئا واحدا: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي اشفني من مرضي. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. خلاص هذا اللي يريده. لا، الله كريم، ما دام قال يا أرحم الراحمين ونزلت عليه الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وآتينا فكشفنا ما به من ضر، هذا اللي هو طلب، لكن الله زاده: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ليش؟ رحمة من عندنا، لأن الله تعالى رحمه. فلما نزلت الرحمة عليه أعطاه الله تعالى ما لم يؤمل. ولذلك اللي يرى تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يرى كان دائما يثير فيهم: لا تنسوا أن الله رحيم، كما قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ولا يجوز لك أبدا أن تقنط الناس من رحمة الله تعالى. رحمة الله تعالى ليست بيتا تدخل من تشاء وتخرج من تشاء، كلا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أن رجلين من بني إسرائيل أخوين، كان أحدهما عابدا صالحا والآخر كان على المعاصي. فكان هذا الصالح كلما مر بهذا العاصي ينصحه: أقصر عما تفعل، اتق الله. وذاك الرجل يقول له: يا أخي دعني وربي، يعني مالك شغل، ما قبل النصيحة، دعني وربي، خلني أنا وربي. فكان كلما مر عليه يقول: اتق الله، اترك اللي تفعل، يقول: دعني وربي. فغضب هذا الصالح يوما وقال: والله لا يغفر الله لك، والله ما يرحمك ربي وأنت تفعل كذا، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا اللي يحلف علي ويتأمر علي أغفر لفلان وأترك فلان؟ أنت اللي تحدد من اللي أغفر له واللي أتركه. من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول ابن عباس أو أبو هريرة راوي الحديث، يقول: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته،
أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليه آخرته. وفي الحديث المشهور حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فأعطوه الرقم خطأ، ما دلوه على عالم، دلوه على رجل عابد. وليس كل إنسان عابد معناه أنك تستفتيه. قد تجد رجلا يأتي المسجد قبل الأذان ويقرأ كل يوم 4 أو 5 أجزاء أو ربما أكثر، ويصوم يوما ويفطر يوما وعلى وجهه أضواء الإيمان، لكن ما يجوز تسأله عن معنى قل هو الله أحد الله الصمد. هو رجل عابد لكن ما قرأ في التفسير.